السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأول المتوسط. موضوعنا اليوم حل تمرينات كان وأخواتها، وخلونا نبدأ وياكم على بركة الله. التمرين الأول عندنا بيه نص وعندنا بعده مطالب. نقرأ النص: فكأن أمور الصدق قد نزعت من الناس، فأصبح ما كان عزيز فقده مفقود، وموجودا ما كان ضائر وجوده، وكأن الخير أصبح ذابل، والشر أصبح ناظر، وكأن الفهم أصبح قد زال سبله، وكأن الحق ولى كثيرا وأقبل الباطل تابعه، وكأن أتباع الهوى وإضاعة الحكم أصبح بالحكام موكل، وأصبح المظلوم بالحيف مقرا والظالم لنفسه مستطيلا. النقطة الأولى: اضبط حركة الحرف الأخير مما كتب باللون الأحمر. طلاب، الكلمات المكتوبة باللون الأحمر هي أخبار للأفعال الناقصة، فيكونن منصوبات، حركتهن الفتحة. يصيرن عزيزا، مفقودا، ضائرا، ذابلا، ناظرا، موكلا. النقطة الثانية: دل على اسم أصبح وخبرها. أصبح المظلوم بالحيف مقرا. اسم أصبح المظلوم، وخبر أصبح مقرا. النقطة الثالثة: ما الفرق بين العبارة التي وردت زالت سبله وقولنا ما زالت سبله كثيرة؟ عندنا زالت فعل تام مو من كان وأخواتها. عندنا ما زالت فعل ناقص من كان وأخواتها. هذا التمرين الأول، لحد هنا خلصنا من يمه. التمرين الثاني: أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل الآتية. التمرين الثاني طلاب منطينا جمل يريد منا ندخل عليهن كان وأخواتها. طبعا هنا نراعي معنى الجمل ونخلي أداة تناسب هذا المعنى، وطبعا نرفع المبتدأ وننصب الخبر. النقطة الأولى: السجين حزين. الصير: ما زال السجين حزينا. النقطة الثانية: المكان فسيح. الصير: كان المكان فسيحا. النقطة الثالثة: العنب زبيب. الصير: صار العنب زبيبا. النقطة الرابعة: البحر هائج. الصير: ظل البحر هائجا. هذا التمرين الثاني، لحد هنا خلصنا من يمه. التمرين الثالث: احذف كان أو إحدى أخواتها من الجمل التالية وأضبط الجملة بعد الحذف. التمرين الثالث يريد منا نحذف كان وأخواتها من الجمل. طبعا من نحذف كان وأخواتها من الجمل المبتدأ والخبر يرجعن مرفوعات. النقطة الأولى: ظلت الحرارة مرتفعة. الصير: الحرارة مرتفعة. النقطة الثانية: صار الاحترام سمة المجتمع الراقي. الصير: الاحترام سمة المجتمع الراقي. النقطة الثالثة: سأخرج ما دام الجو صحوا. الصير: الجو صحو. هذا التمرين الثالث، لحد هنا خلصنا من يمه.
التمرين الرابع: أكمل القصة التالية بكلمات يتضح معها المعنى مضبوطة بالشكل. التمرين الرابع طلاب منطينا قصة بيها فراغات، يريد مننا نخلي كلمات مناسبة بالفراغات. طبعا هنا بنخلي كلمات نراعي موقعهن الإعرابي. هن هذني الفراغات كلهن في محل نصب خبر للأفعال الناقصة، يعني كلهن منصوبات. القصة هي: كان الجو فراغ، نقول صحوا، وفجأة اشتدت الرياح وصار الجو فراغ، نقول غائما. وأمسى المطر فراغ، نقول نازلا. وبات الجو باردا، وفي اليوم التالي أصبحت الشمس فراغ، نقول ساطعة. فخرج الراعي بغنمه مسرورا، فقد ظهر العشب الأخضر على الجبل، وأضحت الغنم فراغ، نقول مسرعة. تبحث عن العشب وتجري هنا وهناك، وظل الجو صحوا. نظر الراعي إلى السماء وقال: ليست السحب فراغ، نقول كثيفة اليوم، وما زالت السماء فراغ، نقول صافية، حتى غابت الشمس. وعندئذ وقف الراعي يصلي صلاة المغرب، ثم جلس يدعو الله، ثم عاد بغنمه وشكر الله على فضله. هذا التمرين الرابع. لحد هنا خلصنا من يمه. إلى هنا طلاب ينتهي موضوعنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.